جاية بقى اقول لكم النهاردة على كام سر وتركاية لأظبط وأحلى طبق رز بلبن في البيت. قوام كريمي، وش مكشكش مظبوط، لونه ابيض زي الحليب مش هيصفر منكم، ودايب دوبان القشطه بدون اي تعقيدات، هيظبط معاكم من اول مره ان شاء الله. هم شويه خطوات ودي اول خطوه هتفرق معانا ان شاء الله. انا هعمل تبارك الله 2 كيلو حليب او لبن. هحتاج لهم نص كوبايه رز مصري مليانه، يعني نص كوبايه ومعلقتين تقريبا، وهنزل بيهم في الحله اللي هشتغل فيها. وعشان الرز يكون طعمه حلو هضيف عليه معلقتين سكر كبار من مقدار السكر الكلي للوصفه بتاعتي، وكوبايه ونص ميه، وهسيب الرز يستوي بالسكر والميه على النار لحد ما الاقي الرز اتشرب كده وبقى ده قوام الميه عندي، عملت زي شربات خفيف كده. ده بيطلع لي حبايه الرز ذات نفسها طعمها حلو ومسكر، وبتفرق قوي في حلاوه وظبطه الوصفه. هنزل بكميه الحليب كلها اللي هم كانوا 2 كيلو او 2 لتر، والافضل طبعا انه يكون لبن بلدي وبخيره، بس انا هنا مستخدمه برضو لبن عادي من الهايبر لاني مش متاح عندي لبن بلدي، يعني النتيجه عندكم هتبقى احلى واحلى. الخطوة اللي بعد كده ومهمة جدا ان انا هسيبه بقى على نار هادية خالص زي الشمعة، مش هعلي النار عشان يغلي بسرعة، انا هسيبه على نار هادية وافضل اقلب فيه كده وانا رايحة وانا جاي. اول ما احس ان الحليب سخن معايا هبتدي اضيف بقيه كميه السكر كلها المناسبه ليا، يعني تقدروا تضيفوا السكر وتدوقوا الطعم، بس ناخد بالنا ان بعد اضافه النشا بيكون طعمه عادب شويه عن السكر اللي دقتوه في الاول، فنزود شويه عن الحلاوه اللي مطلوبه. انا كل ده سايباه على النار الهاديه زي ما اتفقنا لحد ما الاقيه يبدا يغلي بالشكل ده. اول ما بيبتدي يغلي كده بسيبه بقى دقيقتين 3، يعني ياخد له غلوتين 3 كده بالظبط، واتاكد ان الرز استوى كويس جدا. ودي بقى خطوه وتركه لازم تكونوا عارفينها. لما حبايه الرز بتستوي كويس جدا ببتدي اقلب بالمضرب عشان اكسر حبايات الرز، وهو ده اللي بيساعد على القوام اللي احنا محتاجينه. يعني بقلب كده بالمضرب اليدوي واخبط بيه كده بحيث ان انا اكسر حبايات الرز كلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. الرزايه ما تبقاش مصححه، وما نقلقش خالص الرز ما بيعجنش، انا بخبط عليه كده بالمضرب علشان يتكسر بس بالشكل ده. والخطوه دي بتساعدني قوي في الوصول للقوام اللي احنا محتاجينه زي ما اتفقنا، وده بيكون شكل الرز والحليب بعد ما ضربتهم الضربتين بالمضرب. خطوه مهمه وثابته ومن اهم اسباب النجاح. حابين في الوقت ده تضيفوا حته قشطه بلدي تعلوا بيها الدسم مفيش مشكله. طيب نجهز بقى اخر حاجة واخر خطوة واللي مهمة جدا برضو في تطبيقها. 2 لتر حليب عليهم 3 معالق لبن بودرة ومعلقتين كبار نشا. هضيف عليهم مية تدريجي خالص لحد ما بوصل للقوام ده، يعني بضيف المية تدريجي شوية بشوية واقلب لحد ما بوصل بالخليط ده للقوام المطاطي اللي احنا شايفينه، وبعدين بنزل بيه تدريجي على نار هادية واقلب كويس بالمضرب. انزل بشوية من الخليط واقلب كويس بالمضرب. اخر حاجه بضيف الفانيليا بتاعتي، بودره افضل طبعا لان السايله بتديله طعم ولون، وتكون فانيليا نوعها نظيف وطعمها حلو. غلوتين على النار بالظبط والاقي القوام مظبوط تحت ايدي كده، بطفي عليه خلاص. نيجي بقى للمرحله الاخيره وهي صب الرز بلبن او تقديمه. هتحطوه في كاسات ازاز او اطباق جاهزه زي دي بالغطيان بتاعتها. انا بس عايزاكم تاخدوا بالكم بعد ما كسرنا حبايه الرز، شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ الرز مفلفل وكل حبايه واخده مكانها مظبوط، مش هيكون في فراغات في الطبق فتحسوا ان في اجزاء كده مديه على مهلبيه شويه، وفي الاخر خالص قعر الحله بيطلع ابيض وزي الفل، بس لازم برضه اشيلهم شويه كده عشان ياكلوا منه. هنسيب الرز بلبن يبرد تماما تماما في درجه حراره المطبخ، وبعد كده بغطيه بالغطيان. ليه يبرد؟ علشان ما يعملش ميه في التلاجة ويعرق. ولو مش عندي اطباق بغطا وحطيت في كاسات مفتوحه زي دي، اقدر كده بستريتش راب او اكياس تلاجة حتى واغطيه برضه، بس لازم يتغطى وهو داخل التلاجة، مش عشان الوش يكشكش، هو كده كده هيكشكش ان شاء الله، لكن عشان الوش ما ينشفش يطلع مكشكش وبالطراوه دي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا نقدر نحط في طواجن صغيره برضه وندخلها الفرن تحت الشوايه، يبقى رز بلبن في الفرن. وما ادراكم جمال الرز بلبن في الفرن. شوفوا بقى بعد ما بات في التلاجة وطلعته تاني يوم الصبح، تبارك الله، الوش مكشكش وبيدوب والقوام كريمي ومتماسك في نفس الوقت. حقيقي احلى مليون مرة من اي رز بلبن كلتوه من بره، وانضف بكتير. انا مش بتفضى عندي التلاجة منه، ولادي بيحبوه جدا صيف او شتاء. قدموه لضيوفكم وحبايبكم وحطوا الاضافات على ذوقكم. انا كده خلصت الرز بلبن بتاعي النهارده خلاص، متأكدة من سهولته وبساطته وحلاوته
وقد ايه فتحت نفسكم عليه هتقوموا تجربوه. وما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم لو استفدتم مني. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.